السلام عليكم. تعرف ليش صناعين المحتوى اليمنيين مجهولين أو لا يكادوا يكونوا معروفين أصلاً؟ السبب يا صديقي في كثرة محتوانا التافه، الكثير والكثير من محتوانا التافه في السوشيال ميديا. فعندما يشوفك كيمني، مجرد ما يشوف أو يعرف بس إنك يمني موجود في الفيديو، اسكيب على طول. إذا في كان موجود ديسلايك في الريلزات لكان أسوي لك ديسلايك. إن أنا كيمني أو غيري من أي بلد عربي آخر، أول ما يشوف إنه يمني اللي في الفيديو يطلب على طول. لا إله إلا الله. السبب محتوى التافه الكثير المنتشر في السوشيال ميديا كان. المشكلة إنه التافهين هؤلاء أو هذول التافهين مسببين على الأغلبية بل والأكثرية وليس الأغلبية من صناع المحتوى اليمني. هنالك الكثير بل والكثير من صناع المحتوى اليمني الحديث، دكاترة، أساتذة، كثير وأنا من بينهم يعني. فنحن نقدم شيء نرتقي بمجتمعنا، نرتقي بأنفسنا، وهؤلاء الناس التافهين مسببين علينا كلنا. ما يشمل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.